السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز بحير. الموضوع هو أو البرنامج هو نعرفش شنو بنسميه، لكن مرات يعجبكم ويخطر عليكم اسم ونشوفه في التعليقات ونختار. الموضوع اللي بنهدرس فيه اليوم الفرق بين زمان وتو. زمان وتو في الجيل، جيلي انا وجيلي اللي بعدي، ما بيش ندوي على اللي قبلي، ما بيش نفتك شيء. جيلي انا نهاية التسعينات، الجيل اللي المغرب تكون في الحوش، الجيل اللي ممنوع عليك تطلع بلاي ستيشن تلعب بيه او تطلع مع اصحابك لين تقرا قرايتك. الجيل اللي حتى اللي أكبر منك مد يد عليك وغلط فيك وسبك أنت اللي غلط. فرق بين جيلنا وجيلي توا، جيلنا قرايتك أهم شيء في الدنيا، تربيتك، والجيل اللي يتحشم يفتح موضوع لأمه زواج أو خطوبة أو شيء رسمي. فرق بين جيل توا وجيل قبل، جيل توا البو والأم مصاحبين صغارهم، كنا نتمنوها زمان احنا أن أمي وأبوي يصاحبوني باش ناخذوا راحتنا في الحياة. جيل توا مش كلها حاشا لبعض، جيل توا بدت الأم تساعد في ولدها إنه هو يكون مقصر في قرايته، يكون مقصر في صلاته، ويكون مقصر في الحياة وصلة الرحم. الأم تجي لي ولدها خالتك هذيك ما عادش تكلمها، ما عادش تمشي غادي وما عادش تزورهم، لأن قالت لأمك وزمان دارت. لكن جيل زمان مهما كانت الخالة خي حاشاهم طبعا، ومهما كان العم خي أو العمة تمشي غصب عنك تعطي الواجب. زمان كان يوم الجمعة، مش عارف تو ما عادش نحس فيها معنا نفس الشعور. زمان كان يوم الجمعة اللمة والفطور وصنة الطبيخة في الشارع اللي اللي معزومة، انت طالع من الجامعة تفضل 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 لين تقلق. توا بدا الغداء في المطاعم والفطور في المطاعم في يوم الجمعة، مش عارف. وكان رمضان، شهر رمضان تشم ريحته قبلها بثلاثة شهور. كيف؟ الحوش يتفرش، لما الناس، الشعور، الزحمة في الأسواق، ناس تقضي معين جديد، حاجات حلوة. توا ما عادش حس الفرق بين زمان وتوا، ان الجيل الجديد بدا التكنولوجيا طول، خش على التكنولوجيا طول. الفرق بيننا احنا وهم ان هم ما لحقوش على اللي لحقنا عليه، ما شافوش اللي شفناه. يعني احنا كبرنا، رسمنا حلم في حياتنا، نضنا لقينا حلم تاني زي اللي ندير فيه انا تو. نحكي لكم موقف. زمان مشينا للبحر من غير ما نقول لمالي، من غير ما نقول لبوي، مع ان كنت نقدر نقول، لكن زمان كانت متعة انك انت تمشي البحر بالدرقة فيها بنا تاني. فمشينا للبحر من غير ما نقول لمالي، وكان مالي هذاك اليوم معناش في الحوش. فلما روحنا من البحر ابوي قال لنا وين كنتوا؟ قلنا له كنا في هنا، تلخبطنا دوا. تعال قال انت وياه حشاكم، دار لسانه هيك تبنى الملح لانه هو خبره في الحياه. قال لي انتوا كنتوا في البحر. موضوعنا كان بحر بس انا وصايب. فاتصل بصيل وقال لي اخوتك كانوا في البحر ويدخنوا ويتبعوا في ناس ابصر كيف وبايتين برا ويكلموا في بنات. زاد هذه كلها التهم باش اصيل يجي يبينا نضربه. فلما جاء اصيل البدنه، فهمت انا وصايب نديروا خطه شنو هي، نبدو فوق الحيط من فوق. البدنه فوق الحيط ودرنا وعد ان ما فيش حد يحرش في الثاني. تم وعاهد ودرنا ديك. المهم البد صهيب فوق وانا البت في دولاب بوي هذا النوم، وقاعد يدور فينا اصيل، يدور تليفونات تشوفوا فيه في الرش. البدنا في تارة اصيل زعمت كان ذكي. البدنا وراس تارة. كان عندي اخوي صهيب انا يحب ينضرب، غير يساير فيا باش يلبد معي وخلاص. البدنا وراس تار. خش اصيل يدور. صهيب كانت عنده اللحميه، لما يتنفس ستار يضرب يمشي في بعيد ويلصق في وجهه. تلفت له بشوي قلت له صهيب هو مفسك واضح تبين شين بندية. المهم سكتها قلت له تنفس عيش امورك في وسط الدار وانا ملياش علاقه بيك. طلعت انا من الدار، بت في الدولاب متاع ابوي صهيب، البت فوق ودرنا وعد انه ما فيش حد يحرش في الثاني. صهيب دار عمله ثانيه زادت نوضه المواضيع كلها. فوق في خزان من غير قاعده، خزان كان الدفه يضرب في الحاشيه وتولي تحسها لعبه جميله زي الكوره. صهيب دف الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه ركب، طاح على شفرليت، ما عادش ولد شفرليت، ولت عباره عن خزان فسط عجل. زادت الطين بله. ورى قصيل انه صهيب فوق ركب له يجري، ما نسمع بشيء. انا سمعت صوت دروج بعدين آه وين خوك؟ ما نعرفش في الدولاب. جاني اصيل. تعرفها لقطة ان اللي بيقتلك جايك لكن مش قادر تهرب. المهم انا انضربت ضرب يعلم بيه ربي، وليومنا هذا ظهري يوجع فيه.
نحكي لكم أو المختصر المفيد متاع الموضوع هذا، إن كان الخول كبير قدره واحترامه كبير من مثابة الأب. احترام مش خوف، لأن كبرت وشفت الشيء هذا قدام عيونك. نصيحة صغيرة جدا جدا جدا، والله كنا نغلطوا وكنا نلبزوا. النصيحة الرقابة، بالذات الناس اللي تبدأ ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم لك، يبدوا صغار في السن وصغارهم ملحقين عليهم. الرقابة في تليفوناتهم مش عيب. مش عيب لما تبدأ كبير في السن وامك تتصل بيك وينك وشن تدير وشن كنت تدير من ناسك ومن اصحابك حتى لو كنت متجوز، لان هذه امك بيجي يوم تتمنى ان حد يسال عليك. امك اللي تحبك من غير مصلحه، امك اللي ما عمرها تعذرك ولا تعايرك، امك اللي تتمنى لك الخير حتى لو كنت انت انسان مش مزبوط. وابوك هكذا. فان شاء الله ربي يرحم كل ام ماتت، ان شاء الله ربي يصبر كل شخص فقد امه وابوه، وان شاء الله ربي يطول في اعمار كل ام وابوه حي. الرقابه، الرقابه في تليفونات صغاركم، الرقابه وين مشوا وين جو شنو قريتهم، لان بصراحه الوقت يخوف. فهذا الفرق، الفرق بيننا احنا وانتم. ان زمان كنا نتمنوا ان ابوي وامي اصحاب. ربي يحفظكم وحشا البعض. بالعكس في هالبنات من الجيل الجديد نظيفين كريمين كويسين محترمين صاينين، امهم وابوهم منورين وديما طيبين.